الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انتصار ديال قضيتنا الوطنية الأولى على الصعيد الأممي العالمي، واللي هو واحد 30 ضمن المقاطعة التاسعة تحت إمارة المقاوم صالح بن نسو، شارك إلى جانب رفاقه بجيش أسرة المقاومة وجيش التحرير وساكنة إقليم طنطان المجاهد كانت اليوم على موعد مع الاحتفاء بالذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بأقاليمنا الجنوبية العزيزة، وهي واحد المناسبة من عدد من المناسبات ومن الذكريات الوطنية اللي تنوقفوا عندها باش نستحضروا ما تحمله من دروس ومن عبار ومن دلالات ومن حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والروحية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية، باش نبلغوا هذه الأحداث وهذه النضالات وهذه الملاحم البطولية للشباب والناشئة والأجيال الجديدة من أبناء هذا الوطن، باش تقوى فيهم الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية. إقليم طنطان هو في الصدارة ديال الأقاليم الجنوبية اللي قدمت خدمات جلة وتضحيات جسام وأبلت البلاء الحسن بفضل ما جبل عليه وتحلى به أبناؤها من شجاعة وشهامة وروح وطنية وغيرة وطنية والتزام ووفاء، ولذلك يستحقوا منا هذه الالتفاتة. أولئك الذين التحقوا بالرفيق الأعلى من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يرحمهم الله، وكذلك المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوق المتوفين منهم اللي هما قيد الحياة، فإليهم جميعا تنبغيو باش نوجهوا واحد الرسائل ديال أن الوطن بار بأبنائه، والوطن كيبغي باش يسدي ما يجب إسداؤه من خدمات ومن تقدير ومن اعتراف بالمقاومين وأعضاء جيش التحرير في هذا الإقليم المجاهد وفي جميع الأقاليم ديالنا الجنوبية. ولذلك نحن في أسرة المقاومة وجيش التحرير وفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وتعاون وشراكة مع جميع السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبة وكل المسؤولين، دائما كنكونوا على موعد مع هذه الذكرى ونبغيو باش تستمر هذه الذكرى وباش تبقى تواصل عملا بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية والمزيد من العناية بهذا التراث اللامادي، التراث المعنوي الروحي الرمزي والتاريخي اللي كتطفح به هذه الربوع من الوطن وسائر التراب الوطني، وباش نكونوا كذلك عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، اللي ما فتئ يوصي على واجب العناية والحفاظ على الذاكرة التاريخية على الموروث أو التراث اللامادي كما جاء في الخطاب ديال العرش ديال سنة 2014.